مرحبا بكم مترجمين مستقبل في فيديو اليوم. كما هو موضح في عنوان الفيديو هنتكلم عن إزاي تبني بروفايل مترجم قوي على مواقع الترجمة، نصايح عملية ومن تجربتي الشخصية. في البداية حابة أوجه تحية لأسماء من أولى الناس اللي عملت كومنت على الفيديو بتاعي وأنا مش هنساها، وأوائل الناس دايما اللي هيكونوا متواجدين في القناة هيكون دايما محفورين في الذاكرة عندي بعد ما تكبر، حتى بعد ما تكبر القناة بيكم إن شاء الله. تابعوا معي. لو دخلت عالم الترجمة أكيد سمعت عن فكرة بناء بروفايل قوي على المواقع المتخصصة، سواء على prose.com أو موقع مستقل أو Translators Cafe. أو لو بروفايلك مش جذاب فرصتك بتكون قليلة. ففي الفيديو ده هقول لكم على خطوات بسيطة لكن فعالة عشان تبني بروفايل مترجم قوي ويجذب العملاء. أولاً خلي معلوماتك واضحة. أول حاجة في البروفايل هي معلوماتك الشخصية. اكتب اسمك بالكامل، تخصصك، واللغات اللي بتترجم بينهم بشكل واضح عشان العملاء يعرفوا انت مين بشكل سريع. ثانياً خلي عندك صورة احترافية، ولو مش عايز تظهر في الصورة ممكن تستخدم صورة خاصة بالترجمة أو شعار بسيط يعكس مهنتك. أهم حاجة تكون الصورة واضحة وتعكس احترافيتك. ثالثاً اكتب نبذة مختصرة عنك، ركز على جملتين أو 3 تكون مختصرة ولكن تظهر مهاراتك. قلل الحشو واتكلم عن تجربتك في الترجمة والنوعيات اللي تقدر تترجم فيها، وما تنساش تذكر الشهادات أو الدورات اللي حصلت عليها. رابعاً ضيف عينات من شغلك، وفي النقطة دي تحديداً هعرفكم إزاي يكون عندكم أصلاً عينات مترجمة وإزاي تتدربوا على الترجمة، سواء من مواقع، من كتب، أو حتى من تطبيقات تساعدكم إن انتوا يكون عندكم عينات مترجمة وتتدربوا فيها على الترجمة، بحيث يكون لكم عينات تقدروا ترفقوها في البورتفوليو بتاعكم وتكون قوية وتكون عامل مساعد في قبولكم. نكمل. بعد ما تضيف عينات من شغلك ضيف أعمالك السابقة لو موجودة في بروفايلك، زي ما احنا اتكلمنا هنقول ازاي تضيف أعمالك. وإذا لسه ما عندكش أعمال سابقة زي ما قلت قبل كده ممكن تبدأ بمشاريع بسيطة وتضيفها لاحقا. رقم 5 حدد الأسعار بواقعية. من الأفضل إنك تبدأ بأسعار معقولة خصوصا لو مبتدئ، وكلما زادت خبرتك زادت قدرتك على رفع الأسعار بناء على الجودة والسمع. وبرضو في الفيديوهات الجاية هعرفكم إزاي يكون تحديد الأسعار بالنسبة لكم منطقي، لا يكون too much أو يعني أقل من ما تستحقون. سادساً حسن الكلمات المفتاحية. كل ما تكونوا دقيقين في اختيار الكلمات المفتاحية للبروفايل كل ما كانت فرصتكم أعلى في الظهور في نتائج البحث. مثال، بدل ما تكتب مترجم اكتب مترجم عربي إنجليزي متخصص في مثال المحتوى التقني، المحتوى الأدبي، على حسب. في النهاية البروفايل القوي هو اللي يعكس مهاراتك بشكل محترف وواضح، ومع مرور الوقت هتبدأ تلاحظ زيادة في الطلبات والعملاء. لو حابين أتكلم عن أمثلة بروفايلات ناجحة سيبولي في الكومنتس. أشوفكم في الفيديو الجاي.